السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تيم أبو المعاطي. فيلم الليلة فيلم القاضي والجلاد من روائع وجدي أباظة بصراحة يعني. الفيلم بيحكي باختصار عمر حبيبي ووجدي أباظة، شراكة مع بعض في الشغل. ونجلاء فتحي بنت عمر حبيبي ومريم فخر الدين. بس عمر حبيبي دايما هامل مريم فخر الدين على طول وبينساها يعني. فالمهم يعني من هنا البنت هتكتشف ان نجلاء فتحي هتكتشف ان امها على علاقه بايه بوجدي اباظه شريك ابوها. وكمان ابوها لما يرجع من السفر هيطلع على بيت شريكه اللي هو وجدي اباظه، هيفاجئ بان مراته نازله من عنده، هيعمل حادثه بالعربيه وهيموت. غريب بقى رد فعل البنت بقى يعني. نجلاء فتحي اللي مش عارف جت ازاي على دماغ المؤلف ان هو ايه يخليها بدل ما تتقم في شخص رشدي اباظه، لا ده بتتقم في امها. ازاي بقى؟ بدات تخطف رشدي اباظه منها، وخلته كمان ايه يتعلق بيها. يعني أنا مش فاهم يعني. هل ده عقاب؟ مش انا مش شايف ان ده مش عقاب خالص. يعني كانت عايزه تعاقب بامها، كانت بتعاقبها باي عقاب تاني، لكن انها تخطف منها ان كيدهن عظيم. بس انا مش فاهم ازاي هي تبقى عايزه تنتقم من وجدي اباظه فتروح تحبه، عايزه تنتقم من امها عشان خاينه تروح تحب وجدي اباظه. فكر غريب او منطق غريب. انا مش موافق على الفكره ديت اساسا. المهم مايا فخر دي هتبدا تشعر بالموضوع ده وهنحس بيه. هتحاول تمنعها بقى من الخروج معاها، تروح هنا ولا هنا، تروح مش هينفع خالص لغايه لما في الاخر خالص هتروح لوجدي اباظه وتقول له كلمتين اتنين وهي بالعربيه: ابعد عن البيت. هيقول لها لا، انا بحبها. هتقوم واخده العربيه وطايره بيها لغايه لما تعمل حادثه، والمهم هوبا 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 ايه ماتوا، هيموتوا الاتنين. وتبدا بقى بعد كده ايه نجلاء فتحي تعيش حياتها من ايه من اول وجديد بقى. يعني ابوها مات وامها ماتت وهي عشيق امها يعني كل الدنيا ماتت. بس كان انتقام غريب يعني. انا عن نفسي مش داخل دماغي هذا الانتقام خالص يعني، ولا ينفع ببصله يعني. لكن هو كمجمل فيلم كأداء أدوار وممثلين 10/10. رشدي أباظة بقى وعمر الحريري ومريم فخر الدين، حسناء فعلا مريم فخر الدين حتى وهي كبيرة حسناء والله. أرجو وأتمنى مشاهدة ممتعة لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا.